السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم كريب ديال القمح الكامل بدون سكر بدون عسل، كيجي لذيذ وصحي وخفيف وسهل، كنتمنى يعجبكم. اول حاجه غادي نحتاجوا اما نصف لتر ديال الحليب او لا نصف الكميه حليب ونصف الكميه ماء. انا هنا درت 4 لتر حليب و4 لتر ماء. نديروا نصف ملعقه صغيره ملح، ربع كاس زيت الزيتون. هذا كريب انا نديروا المالح، بيضتين، نقدروا نستعملوا بيضه واحده ولكن بيضتين كيجي احسن، ملعقتين من زبده حيوانيه دائبه. نخلطوهم شويه ثم نضيفوا من بعد القمح الكامل. غادي نحتاجوا كوبين من القمح الكامل. دقيق القمح الكامل نخلوه من النخاله الغليظه، يبقى فيه غير الحمراء، ونطحنوه مزيان حتى يتجانس مزيان بحال البغرير تقريبا. في هذه الاثناء كنتمنى ناخذ حسنه مع بعضياتنا ونصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقولوا سبحان الله والحمد لله، لانهما تثقلان الميزان وحبيبتان على الرحمن. الخليط خاص يكون بحال هكا، ماشي ثقيل وماشي سائل. انا نوريه لكم بالمعلقه باش يبان لكم. نخليه يرتاح واحد 5 دقائق على نار متوسطه. غادي نديروا المقله غير لاصقه وغادي نديروا فيها الكريب ديالنا ونحاولوا نسيحوه هكا يعني كيف ما نوريكم في الفيديو صافي، ونخليه يطيب شويه. ملي نشوفوه كيتقلع من الجناب نقلبوه. ها هو هنا بدا كيتبوق شويه وبدا كيطيب. ملي نشوفوه هكا ما بقاش فيه العجينه وبدا كيتقلع من الجناب نقلبوه ديك الساعه ونخليه يطيب شويه وعاوتاني نحيدوه. سهل. وملي نحيدوه نديروه في منديل باش ما يقصحش لينا، باش ما يوليش قاصح. انا هنا غادي نوريه لكم، ها هو كيجي رطب. تقدروا نديروه بحال بلاصه الطاكوس ونعمروه بحاجه مالحه، ولا نديروه اصلا، ولا نديروه بحال الكريب العادي نديروه بالشوكولاط والبنان. انا هنا كنوري لكم كيفاش انني كنلويه وما كيتقطعش، يعني هذا الدليل على انه ناجح. يعني تقدروا ديروا به طاكوس وتلويه شحال ما بغيتي. كيجي صراحه زوين وخفيف ولذيذ بزاف بحال الكريب العادي، ما كاينش الفرق بيناتهم. والا زدتي ليه الفاني ولا مثلا الفاني سائله باش ما ديروش الفاني فيها السكر، كيجي احسن وزوين. وكتقدر دير معاه البنان، دير معاه الشوكولات. كنتمنى يعجبكم. الا بغيتوا الحشوات ديالو قولها لي في التعاليق، وشكرا. اذا عجبك الفيديو او محتوى القناه فضلا وليس امرا ان تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وشكرا.